لا زلنا عاجزين. لا زالت الكتائب أو التشكيلات المقاتلة من المقاتلين لا زالت تحوط بالمطارات وتجوب الشوارع والموانئ والمنافذ البرية، وبالتالي فقد عجزنا عن وضع وبسط السيطرة الحكومية على هذه الأماكن الحساسة. وينضم إلينا من بنغازي عبد الهادي شماطة الأمين العام لاتحاد ثوار ليبيا. سيد عبد الهادي، استمعت إلى تصريحات رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل عن عجز الحكومة الليبية حتى الآن على السيطرة على المنافذ الدولية لليبيا بسبب سيطرة المسلحين أو الثوار، كيف ترد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحيي المستشار على خطابه الهادئ اليوم والمطمئن في بعض جوانبه. ثانيا، ليبيا تشهد مرحلة ما بعد الصياع وهي معروفة تتسم بحالة القلق، والثوار إلى الآن لم يتأكدوا من وصول الثورة إلى أهدافها التي ضحوا من أجلها وتهكت الأعراض من أجلها ودفعت الدماء. حقيقة أن المجلس الوطني الانتقالي قبل ما أن يصف الحالة يجب أن يعمل على تخفيف التوترات في المجتمع حتى يرجع الثوار إلى أماكنهم. الثوار هؤلاء مهندسين وأطباء وغيرهم. هناك عوامل للاحتقان أرى أن المجلس الوطني الانتقالي لا بد أن يعالجها أولا، ولو سمحت لي أستعرض جزءا منها. أولا، قضية تسلل أزلام النظام إلى مفاصل الدولة الآن، وقد اقترحت مؤسسات المجتمع المدني قانون للوفاة للشهداء حتى نتخلص من هذه الأزلام، وقانون عدل سياسي يجب أن يعتمد، ونحن لسنا في عجيب عن تونس أو مصر، فهذا القانون معتمد. ثانيا، لابد للمجلس الوطني الانتقالي في رأيي أنا أن يصدر قانون ينظم به عمله حتى يخفف الاحتقان وحتى لا يحدث أي ازدواج أو تزاوج في عمل المجلس الوطني الانتقالي مع الحكومة، وخاصة صلاحيات رئيس المجلس الوطني الانتقالي. نحن لاحظنا أن رئيس المجلس ذهب إلى إيطاليا لكي يوقع اتفاقية ولا يعلم أحد ولم يكن معه أصلا أحد من الحكومة. ولكن اسمح لي. ثالثا، نعم. أن الناس اسمح لي، البعض يرى سيد عبد الهادي. نعم، كيف ترد على رأي البعض إصدار هذه القوانين؟ نعم. كيف ترد على رأي البعض بأن العملية السياسية قطعت شوطا لا بأس به؟ نعم. اليوم كيف ترد على رأي البعض بأن العملية السياسية قطعت شوطا لا بأس به في ليبيا اليوم، بحيث يمكن للحكومة العمل وحدها بعيدا عن الثوار، وأن الثوار الآن عليهم أن يساهموا في بناء ليبيا بطريقة أخرى؟ ألا ترى أن أيضا الحديث عن مصطفى عبد الجليل ربما ينتقد من قبل كثيرين، كون هذا الرجل تحديدا شارك في هذه الثورة من أيامها الأولى؟ نعم أختي الكريمة، أنا أعتقد أن الحكومة الآن بدأت في خطوات جيدة، ونحن نأمل من الحكومة أن تقوم بإجراءات كما حدثتك، أن لا تعالج إنشاء الدولة والعملية السياسية بنفس الأزمة، أن لا تأخذ الأزمة إلى الدولة. ونحن داعمين لهذه الحكومة في مؤسسات المجتمع المدني بالكامل، ونحن نرى أن الحكومة اتخذت خطوات، ولكن المجلس الوطني الانتقالي لابد أن يتخذ خطوات أخرى، كأن مثلا يتم إصدار قانون الانتخابات، وحتى نعطي جدول زمني لمسير العملية الديمقراطية أو التحول الديمقراطي. لابد مثلا أن نطمئن المجتمع إلى عدم العودة إلى نقاط الاحتقان الأولى، وهي مركزية الدولة وبقاء كل شيء في العاصمة في طرابلس وجعل الأطراف مهمشة. ما المانع سيد عبد الهادي؟ ما المانع سيد عبد الهادي في تسليم المنافذ الحدودية الدولية الليبية إلى المجلس الانتقالي والحكومة، ودخول الثوار في العملية السياسية بوصفهم مراقبين لأداء هذه الحكومة وأداء المجلس الانتقالي عوضا عن السيطرة على الأرض؟ أنا أعتقد أن الآن لابد أن نمر بمرحلة أولا هي مرحلة تنظيم السلاح، ولا بد أن يطمئن الثوار، لأن الثقة بين المجلس الوطني الانتقالي والثوار شابه بعض الريبة من بعض التصريحات التي صدرت ومن أداء المجلس الوطني الانتقالي. لا بد أن نعزز هذه الثقة مع الثوار. الثوار هم من صنعوا هذه الثورة، ولا بد أن نعزز الثقة لديهم بأن الأمور تسير وفق جداول زمنية محددة ووفق برامج محددة. أنا تحدثت معك عن الاحتقانات، إذا لابد من معالجة هذه الاحتقانات.
يعني البعض أيضا يتحدث عن احتقانات ما بين الثوار أنفسهم سيد عبد الهادي. الأنباء تتحدث أيضا أحيانا عن احتقانات ما بين الثوار أنفسهم في بعض المناطق. ما مسؤولية المجلس الانتقالي هنا؟ أنا أتحدث عن احتقانات قد يكون المجلس الوطني الانتقالي لم يطمئن الثوار ولم تسر هذه الاحتقانات الجانبية. أنا أعتقد أنها عادية وتحدث في مراحل ما بعد الصراع، ولكن على المجلس الوطني الانتقالي وهو السلطة الأعلى في الدولة أن يعطي تطمينات عامة للدولة وللمواطنين، وأن يحاول معالجة نقاط الاحتقان والأزمات بنفس الحكمة والجماعية وإصدار القرارات المناسبة في الوقت المناسب. أشكرك جزيلا عبد الهادي شماطة، الأمين العام لاتحاد ثوار ليبيا، كنت معنا من بنغازي.